مذابح وإبادة جماعية وعمليات قتل وتطهير عرقي بتتم ضد المدنيين الأبرياء في سوريا، وتحديدا العلويين. نظام أحمد الجولاني، النظام الإرهابي اللي انقض على السلطة في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد وهروبه خارج البلاد، يكشف وجهه الحقيقي الإرهابي. المجرمين خرجوا في حملات قتل وتطهير عرقي للمدنيين تحت مسمى إن هم بيحاربوا المتمردين من الفلول، زي ما قال الرئيس اللي انقض على السلطة وللأسف الشديد اللي اعترف به العالم رغم تاريخه الأسود الملوث بدماء الأبرياء. أحمد الشرع اللي أمريكا في يوم من الأيام قررت 15 مليون دولار مكافأة لمن يأتي برأسه أو يلقي القبض عليه. أحمد الشرع اللي لبس البدلة المدنية وكان يتوسم فيه السوريين إنه هيكون رئيس لكل السوريين بكل طوائفهم، ولكن خلفيته الإرهابية والأيديولوجية اللي منتمي ليها لا تقبل الآخر ولا تقبل المختلف معه. وبعد شهر تقريبا من انقضاضه على السلطة في سوريا أعلن عن وجهه الحقيقي في خطاب إنه بيحارب فلول النظام وإنه بيحاكمهم، ولكن الواقع من المشاهد اللي بتتناقلها كل وسائل السوشيال ميديا إن القتل والعنف والتعذيب اللي بيمارس ضد العلويين يفوق الوصف والخيال. هسيب لكم لينك في التعليقات لامرأة سورية قاعدة في بيتها مع بنتها وأسرتها وهي بتستغيث من قرب دخول الإرهابيين على بيتها، وبتقول إن هم متنوعي الجنسية ومن الشيشان وفي حالة رعب تام، وبتستغيث بالأمن العام وبتستغيث بالسلطات هناك إن ينقذوها من مصير مجهول. سوريا تحولت للأسف الشديد إلى بؤرة يجتمع فيها الإرهابيين من كل بقاع العالم، ويقودهم إرهابي كان مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكمة أو لإلقاء القبض عليه. السيناريو ده هو اللي كان متخطط لمصر فور انقضاض الإخوان الجماعة المحظورة على السلطة في مصر. وخلونا نتكلم بصراحة، مباركة أمريكا وبعض الدول الأوروبية وإسرائيل لوصول النظام الأصولي المتشدد اللي بيتمثل في جماعات الإرهاب اللي زي الجولاني وداعش وأنصار بيت المقدس وجبهة تحرير مش عارف إيه، كل دول أنظمة أصولية ما دخلتش مكان غير وخربته. السودان اتقسمت، اليمن راحت، ليبيا راحت، سوريا راحت، العراق اتقسمت. كل الأنظمة العالمية بقيادة أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط وفي الغرب من مصلحتهم أن يوصلوا كل الأنظمة المتشددة الفكر، كل الأنظمة الأصولية اللي بتدعو لنظام الخلافة والحكم بالدين وعقيدة البراء والولاء، كلهم أنظمة بتركب في أي دولة بتدمرها وبتقسمها وبتشتتها. ودينا كلنا شايفين إن الكيان دخل إلى العمق السوري واحتل ما يقرب من 100 كيلو من أراضيه. يا ترى الناس اللي كانوا فرحانين بوصول نظام الجولاني للحكم في سوريا رأيهم إيه دلوقتي؟ يا ترى هي دي الحرية؟ إن الناس بتتقتل وبتتعدم وبتتسحل في الشوارع تحت مسمى محاربة الفلول؟ يا ترى سوريا رايحة لمصير حياة أفضل؟ أعتقد الإجابة قدامكم في كل الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا. أي إنسان أصولي متشدد الفكر، وتحديدا الجماعات اللي بتعتقد إنها بتمثل الشريعة وبتمثل الخلافة وبتمثل حكم ربنا في الأرض، جماعات متشددة ومتطرفة ولا تقبل الآخر. مصر من تاريخها القديم من المصريين القدماء دولة كانت مدنية، دولة لا تعتدي على الآخرين، دولة تستطيع أن تحمي وتردع كل من يفكر المساس بسيادتها وأرضها. الفكر المتطرف خطر على الدولة المصرية ولا يقبل المختلف معاه، وكلهم بيبقوا نايمين كده في الذرة لغاية ما يوصلوا للي هم عاوزينه، وإما إن يكون الناس معاهم وزيهم،
وإما يتم قطع رؤوسهم والتنكيل بهم وإبادتهم. أتمنى من النظام المصري وكل مؤسسات الدولة والشعب المصري ينتبهوا لخطورة التطرف، وكل مروجي الفكر المتطرف اللي بقوا بيطلعوا على السوشيال ميديا وبيظهروا للأسف الشديد في بعض القنوات الفضائية. وللأسف لا زال البلد بتعاني من مؤلفات وكتب بتتباع في المكتبات ودور النشر لأصحاب الفكر المتطرف، بتصطاد شباب البلد وبتدمر العقول بأفكار في منتهى الخطورة على الوطن. أتمنى مواجهة الفكر المتطرف تعليميا وثقافيا، ويتم توعية الناس بخطورة التطرف وعدم قبول الآخر. البلد بتتعرض لمؤامرة كبيرة جدا من دول غربية ومن أمريكا ومن الكيان عشان ينشروا التطرف فيها، ويكون المدخل اللي يقدروا يدخلوا منه لمصر ويهددوا استقرارها ويهددوا سيادتها ويلحقوا الضرر بالشعب المصري. ربنا يحفظ مصر وشعبها من أي تطرف ومن أي إرهاب وعدوان.